السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا حابة ابدأ كلامي بذكر النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نصلي على النبي يا جماعة وناخد الثواب سوا. النهاردة بقى انا قلت اقدم معاكم البانيه، بالنسبة اللي هو البانيه من غير بيض. بسبب الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، فانت كده بتوفري اي حاجة. يعني البضاية دلوقتي بقت ب4 و5 جنيه، والله اعلم بعد كده ايه اللي هيحصل. فانتي بنحاول نوفر وفي نفس الوقت النتيجة تطلع ايه زي ما بتعمليها الاولانية. انا ما كنتش مقتنعة بصراحة، وقلت ازاي يعني بانيه من غير بيض؟ ده البيض هو اللي بيمسك، وهو اللي بيمسك الكفر اللي هو اللي هو على الوش ده. هو اللي بيمسك من البقسماط ويدي كفر حلو عشان ما يفكش مني. فانا قلت اجرب الطريقة دي واقولها لحبايبي الحلوين عشان يجربوها ويوفروا البيض، وجربوها وهتعجبكم. وهنا هبقى محضرة معايا طماطماية وبصلاية، هغسلهم كويس قوي واقطعهم زي ما انتوا شايفين كده، واهو. وهضربهم في الكبة. طبعا ما عندكيش كبة ممكن تبشريهم في المبشرة، ما تعملهمش في الخلاط لان الخلاط هيحتاج معاكي مية عشان تلف وبلاش يعني يبقى الخلطة فيها مية. هي يا اما تبشريها يا اما تعمليها في الكبة كده زي ما انتوا شايفين. آم، تضربيها في الكبة كده. وتحطي شوية ملح وشوية فلفل، وتحطي البهارات بتاعتك اللي هي بهارات الفراخ. لو عندك شوية جنزبيل برضه هيدي طعم حلو. حابة بقى تحطي الحاجات دي بقى زيادة، يعني انا ساعات بحطها وساعات لا بصراحة. اللي هي بصل بودر، توم بودر، التوابل بتاعتك، يعني كل واحد ليها توابل مختلفة. حابة تحطي كركم زي ما تحبي يعني في التوابل دي، كل واحدة ليها توابل. هنا ضربتهم في الكبة اهو زي ما انتوا شايفين. وهحط الخلطة دي كلها في البانيه وتحطيها في التلاجة لمدة ساعتين، او يفضل لو تعمليها قبلها بيوم عشان الخلطة تمسك مع البانيه وي ويعملوا لك كده الكفر البقسماط حلو، يعني تحطيه على البقسماط كده يبقى يديكي كفر حلو قوي. وهنا ببقى مجهزه معاكي بقسماط، تحطي على البقسماط دقيق لو حابه، وتحطي ملح وتتبليه ملح وفلفل عشان يدي طعم حلو كده. وهنا الخلطة زي ما انتوا شايفين ماسكة في البانيه، واحطها بقى في البقسماط كده، واضغط عليها قوي من الناحيتين، والوش بتاعها والظهر بتاعها كده، وتدوسي بايدك قوي عشان تمسك فيها. وهنا يا جماعة الخلطة زي ما انتوا شايفينها اهي، وتبقي مجهزة معاكي البقسماط. وتحطي هنا بقى في البانيه كده، وتحطي قصدي في البقسماط، تحطي في البقسماط وتضغطي عليه من ناحيتين اهو زي ما انت شايفة كده. وتحطي بقى وتدوسي بايدك كده. انا طبعا لقيتكم مش شايفين في الفيديو، فانا قلت ايه اقرب الكاميرا شوية. هنا بقى بتحطيها كده وتضغطي بايدك قوي كده زي ما انتوا شايفين عشان الخلطة والبانيه يمسك في البقسماط، ومش هيفك معاكي خالص. يعني انا كنت متوقعه بقى البيض هو اللي بيمسك وهو اللي بيخلي البانيه يفك وكده، هو اللي بيخلي البانيه ما يفكش يعني وكده. لا خالص، بس انتي بس الاهم ان انتي لما تعملي الخلطه دي تحطيها في التلاجة عشان تمسك وتشرب من البانيه، اللي هي بصلايه وطماطمايه. تضربيهم في الكبه مع ملح وفلفل والتوابل بتاعتك. لو ما عندكيش كبه تبشريهم بالمبشره، وتحطيهم في التلاجة ساعتين، ويفضل لو قبليها بيوم عشان الخلطة تشرب من البانيه. وتحطيها كده في البقسماط وتدوسي عليها جامد كده من ناحيتين بايديكي. طبعا يا جماعه انا هنا عامله البانيه كبير شويه، في ناس بتحب تقطعه، دي بقى كل واحد على حسب. يعني في ناس بتحب تقطعه صغير عن كده، انا ساعات بقطعه بيبقى يعني شرايح رفيعه كده وصغير، وساعات بعمله كده الحته بحتتها. وطبعا عشان الأزمة الاقتصادية يا ريت تقطعيه عشان يعمل معاكي كمية يعني. انا اوقات كتير بقطعه يعني.
وهنا كنت جهزت بقى كل البانيه اللي معايا وحطيته في البقسماط زي ما انتوا شايفين كده. واحطه في الفريزر شويه، يعني ما فيش، حطيه شويه كده بس يمسك. لو يعني لو مستعجله 10 دقايق وطلعيه، مش مستعجله حطيه نص ساعه ولا حاجه، عشان لما تحطيه في الزيت يعني يبقى ماسك كده معاكي، والخلطه والكفر يبقى ماسكين معاكي. وتقليه هنا زي ما انتوا شايفين في الزيت كده، مش هيفك معاكي خالص. يعني انا زي ما قلت لكم كنت متوقعه البيض هو اللي بيخلي البانيه يمسك بقى، والبقسماط مش هيمسك وهيفك وكده. لا لا خالص، جربي الطريقه دي وهتعجبك وهتوفري كمان. يعني البيضه او البيضتين اللي انت بتستخدميهم في البانيه تستخدميهم في حاجه تانية. طبعا كل حاجه عماله بتغلى وانت تحاولي توفري وتدبري وتمشي على قد ايدك يعني. اهو شايفين، ولا فكت ولا اي حاجه. زي والله انا كنت فعلا زي ما بقولك ما كنتش مقتنعه خالص، بس دلوقتي بقى لا خلاص عجبتني الطريقه، ولما جربتها عجبتني. وشايفين لونها عامل ازاي. هنا هبدا اقلي بقى الدفعه التانية معايا، قلت برضو اوريها لكم عشان تشوفوا ايه البانيه كله على بعض يعني عامل ازاي، وان الزيت بقى يعني ما بتفكش فيه البقسماط ولا اي حاجه. مجرد ما تحمر معاكي كده بتشوفيها احمرت تقلبيها على طول. وطبعا يا جماعه حابه اذكركم ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الجديد. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتقولي لي كومنت حلو. بصوا متماسك ازاي. تحاولي توفري على قد ما تقدري. اهو شايفين. اهو بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وهوريهولكوا تاني برضو. اهو شايفين، ولا فك. وحتى بصوا الزيت نفسه، انتوا لو خدتوا بالكم الزيت مفيش بقسماط طالع فيه ولا حاجه. اهو اهو بعد ما طلعته وكنت عامله معاه مكرونه بصلصه، برضو كنت حابه اوريها لكم. بس لو عندك بقى شويه سلطه وعيش فهتمشي يعني. كان معاكم غادة من مطبخ الشيف غادة. وفري ودبري.